اهلا وسهلا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا لاباس صحتكم مزيانه وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو. صراحه توحشت بزاف بزاف انني نهضر معكم ونبارطاجي معكم الحاجات المزيونه بحال دائما. ولكن هاد الشهر هذا عندي مضغوط بزاف بزاف، ما كاينش الوقت مره انني هكذا نصور ونمونطي ونحط، رغم انه كانت كاينه بزاف د الحاجات اللي كيستاهلوا انهم يتصوروا ويتبارطاجوا مع الحباب. ولكن كما قلت لكم الوقت ما كاينش مره. فقلت علاش لا ما نرجعش نطلع لكم بهذا الفيديو هذا، نبارطاجي معكم الفرحه ديالنا كاملين بينا، الفرحه ديال اختي بالخصوص. فهذا النهار هذا كلفتني اختي بواحد المهمه اللي جاتني صراحه صعيبه بزاف بزاف، هي انني نختار لها الطوموبيل اللي تشريها ان شاء الله. علاش قلت لكم مهمه جاتني صعيبه؟ ماشي حيتاش مثلا ما غاديش نعرف الطوموبيلات ولا شي حاجه، لا. ماشي هادشي. غير مثلا اختك مثلا كلفاتك انك تشري لها واخا غير كابا او لا غير صباط ولا شي حاجه، كتجيك مهمه صعيبه، واش يجي قدا، واش يعجبها، واش ما يعجبهاش. فهمتوا؟ على حسب الاذواق تختلف وانتم عارفين بزاف ديال الحاجات. فما بالكم في الطوموبيل، يعني شي حاجه اللي كتكون قيمه ديالها كبيره وكتكون شي حاجه اللي كبيره، يعني فهمتوا عليها. قلت لكم باللي المهمه جاتني صعيبه، واخا الحمد لله في الاخر كنا قد المسؤوليه، لا انا ولا اختي. على حسب من هضرت معايا في التليفون قالت لي اختي نحتاجها فيها في هاد اليومين هادو، خصها تكون عندها الطوموبيل صافي تجي موراها. فديك الساعه كي ساليت معاها نوض تمشي دوزت على اختي ومشينا اخترنا لها الطوموبيل اللي غزاله بزاف اللي غادي تجي معاها في الستيل ديالها، وحتى البيجي اللي هو اهم حاجه. فانتم عارفين هذا العام هذا الطوموبيلات طلعوا بواحد الطلعه صاروخيه، يعني تزادوا فيهم واحد 3 المليون في الوحده، 4 المليون هذه يعني المهم كتزاد هذه القليله. فهمتوا؟ ففي الاول كنا زعما كنقولوا لا شوف شي وحده اوكازيون باش تبقى هكذا، تبقى تبدل كل 3 سنين كل شي حاجه، كل مره تبدل بجديد. ولكن هي صافي دوزت ديجا اوكازيون، على حسب مي كانت بدات بيرمي شحال هذا كتبدا الطوموبيل صغيره في الثمن ديالها، باش حتى الواحد مثلا توالات ولا شي حاجه ما كتبقاش فيك الحل بزاف بحال الطوموبيل دوبل في. حيت ضروري الواحد في الاول كي يلاه كيتعلم ضروري ما كيشرطها مثلا في باركي ما يحاديها مع شي حاجه. المهم نتوما كتعرفوا الواحد يلاه باقي كيطلق يدو، ماشي هي ديجا مطلق. وكانت عاود بثلاثه بواحد الطوموبيل واحده اخرى كانت شراتها ب 11 واقيلا ولا 12، المهم بحال هكذا. ولكن كيبقى اوكازيو، واخا يطلع الثمن ديالو فين ما وصلتي كتبقى حاجه اوكازيو، يعني كديك نعد ميكانيكو بزاف. وانتم عارفين زعما المراه ولا البنت ما كيصلحش الانسان دابا ساعه هو مع الميكانيكو. فعليها قررت انها تشري جديد وتنساه واحد المده ما كتعرف فيها لا بياسه تخسرت لا بياسه عيات لا حتى شي حاجه. كتمشي وانت مطمئن وتسافر في الوقت ما بغيتي، عارفه زعما الحديده ماشيه معك مزيانه في الطريق. وكيبقى كل واحد والافكار ديالو، كل واحد والاهميه ديال الطوموبيل في حياته. كاين اللي كتجيه ثانويه، كاين اللي كتجيه من الاولويات ديال الاولويات، اللي خصوصا الواحد اللي كيكون هكذا كينافيتي الخدمه ولا عنده العيال مثلا خصهم يوصلوهم ولا شي حاجه. المهم كتبقى كل واحد، وكما قلت لكم في الاول الاذواق تختلف وحتى الافكار حتى هي كتختلف، وكل واحد كيعمل داكشي اللي مسلكو. فالصراحه حيرنا بزاف ملي كنا كنختاروا لها. فتحونا الدار حيرنا بين ثلاثه، وخصوصا ملي كنعيطوا لها في التليفون هكذا كنقول لها مثلا اختار شنو عجبك هذه ولا هذه، كتقول لنا نتوما اختاروا اللي غادي يعجبكم. فهي واثقه في الذوق ديالنا بزاف وواثقه في الاختيارات ديالنا، على حساب هي عارفانا. حنا العلاقه بيناتنا زعما بين خوتي حنايا كاملين بينا، مثلا وحده عتبغي الحاجه وبغيناها لحنايا، يعني اوتوماتيكمون غادي تديها، حيتاش ما كنبغيوش لبعضنا الا الخير والا داكشي اللي غادي نبغيوه للنفس ديالنا. فهمتوا؟ فالحمد لله على هذه النعمه ديال الخوت، والله العظيم فرحانه بزاف 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 بالعلاقه ديالنا مع بعضنا. وزعما هيدا هي العلاقه ديال الاخوه، خصها تكون، واخا ربي يفرق الريوف كل واحد بوحده، ولكن خصو يكون قلب واحد يد واحد هضره وحده، باش مع عمركم ان شاء الله ربي كيخيبكم في شي حاجه ولا كطيحوا في شي حاجه ماشي تنسمى. وكنتمنى ربي يحفظهم ويحفظ لكم كاع خواتاتكم، واللي عنده شي ختو ولا شي خاه يتهلا فيهم. على حسب الخاوه ما كاينش بحالها، والله العظيم ما كاينش بحالها. ما علينا، المهم هذا موضوع واحد اخر. فبالنسبه للطوموبيل كما قلت لكم في الاول شفنا لا لوغان، على حسب الكفر ديالها كبير بزاف بزاف، ولكن لوغان جاتنا شويه الفورمه ديالها عاد جهه كبيره عليها، يعني من الاحسن تكون قصر راجل. فهمتوا؟ وكان الثمن ديالها ب 16 وشي حاجه. موراها شفنا لا داسيا سانديرو على حساب جات سبور، ولكن المشكل اللي ما اخترناهاش على حساب جات شويه صغيره، مع الكفر ديالها جا صغير، اللور ديالها حتى هو جا بنادم كيجلس كيجي صغير. فاني لينا الفكره، وكان الثمن ديالها
قل من لوغان بشي 14 وقيله وشي 600 ولا 14 700 فرانك بحال هكذا. فشوفنا لا في الاخر سنديرو ستيبوي اللي جات عاليه، المنظر ديالها غزال بزاف بزاف، كتجي فخيمه فنه فنه. قلنا صافي هي يعني دخلت على جديد، زعما على شي حاجه اللي مزيونه وعاطيه العين، وحتى زعما فخيمه، فهمتوا الحاجه اللي كتكون عاليه فخيمه. انا سبحان الله تجيب لي الطوموبيل كما بغات حانيه في الارض، ما كتجينيش فخيمه بحال الطوموبيل عاليه، واخا تكون عاليه غير شويه. فهذه حمقتنا بزاف بزاف، جات كبيره وعاطيه العين كما قلت لكم. الثمن ديالها كان 17 و800 فرانك على حساب توت اوبسيون، داخل فيها كل شيء، عندك كاميرا الركيل القدام الكراس ديالها كما كتشوفوا، فيه الكونفور، جاو ستيل ديالهم سبور. البوله حتى هي ستيل ديال سبور، فيهم ليميتور ريغيلاتور، الفرينمان ديال البوطون الكتريك، جوانت الومنيوم. مهم عامره بكل شيء ديالها، يعني فيها توت اوبسيون، غزاله بزاف بزاف. الكونفور فيها واعر، يعني تقدر انك تخبط بها الطريق طويله وما تعياش مره. الكفر ديالها جا حتى هو كبير، يعني ارا ما يهوز، عاد عندها هذاك السينتاس من الفوق، فين كتبغي انهم ترجعهم بحال المربع، وتزيد مثلا اذا كنتي غادي تسافر بالباجاج بزاف كتحط فوق منهم الباجاج، واخا هي ما عاد تستعملهمش زعما، ولكن مع المده ما عرفنا شنو الصفار شنو غادي يخرج لها. فهمتوا؟ فكتحط تما الباجاج. هنايا جا معاهم هاد الطفايه ديال العافيه، مع اي طوموبيلات كيجيو هادو، مثلث ديال اونبان جيلي. المهم طوموبيله غزاله بزاف بزاف. صافي جبناها وقفناها حدا الدار، عاد جات هي ليلى من تطوان، جات داتها وحمقاتها وعجبها الاختيار ديالنا بزاف بزاف، وجات فيها فنه ما شاء الله عليها وربي حفظها. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نعاود نقول لها مبروك والف مبروك، ويدخل عليك ربي بالصحه والسلامه وطول العمر. ومن هذه ان شاء الله نشي بي ام ولا مرسيدس، عاوتاني تكون كات كات، علاش لا؟ الانسان كل شيء كيبدا ايطاب باغ ايطاب، وكيوصل داكشي اللي كيحلم به ان شاء الله كامل. وربي يحفظها ويطول لها في العمر، والحاجه حنا اللي كنعدلوها ماشي هي اللي كتعملنا، فربي يخلي لنا صحيحه ديالنا اللي هي توصلنا لاي حاجه. ومن بعد ما جات مورا الطوموبيل ديالها، حملت له هنايا الكوتي خفه نزربان، على حسب نهار كامل دوزناه في الجرا هكذا على الطوموبيل. شوف هنا شوف هنا شوف هنا. فوصلنا للدار معاطلين، عملت كويزه بالزربه والكيكه وبيتزا داكشي بالزربه باش نجلسوا نتفرجوا في المنتخب. كان غادي يلعب في داك النهار، في نفس النهار اللي خدينا فيه الطوموبيل. خساره انه ما كملناش حتى الفينال، ولكن حنايا فخورين بزاف 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 بالمنتخب ديالنا. صراحه كانوا رجال ولعبوا مزيان، تقاتلوا بالمزيان، واخا بزاف ديال الحاجات غمضنا عليهم عيننا في هذا الماتش الاخراني اللي تلعب، ما كناش راضيين عليهم، بحال مثلا علاش خدينا الصفراء، علاش ما عطاونا شي ضربه ديال الجزاء. المهم بزاف ديال الحاجات ما نهضروش عليهم وصافي، حيت انا كنتفكروا صراحه كنتعصب، رغم انني فخوره وفرحانه بكوني مغربيه وبكوني المغاربه انهم وصلوا للدومي فينال، شرفونا وشرفوا العرب عامة، مثلونا أحسن تمثيل. فتحية لهم، تحية كبيرة كبيرة كبيرة. وصلوا باللي العرب شي حاجة اللي كتضرب للحساب، وحتى هما راه يقدروا يوصلوا ويديوها شي عام من الاعوام. كنتمناوها ان شاء الله يا ربي. كنتمناو شي نهار تكون، اولا شي عام كما كيقولوا، تكون كأس عربية، علاش لا؟ ان شاء الله. ودائما الانسان يحلم وربي كيحقق الاحلام. فالواحد ما يقول حتى شي حاجه مستحيله، وما يقول حتى شي حاجه بعيده، كل شيء قريب عند الله. فهادشي اللي كاين. كتبقى هذه الكره مره عليا مره عليك وصافي، هي على لعبه وصافي. غير شنو لاحظت في الكره ديال هذا المونديال هذا، خصوصا من وصل منتخب مغربي عربي للدومي فينال، وحد العرب كاملين بطريقه غريبه سبحان الله، و بحال اللي بين القوه ديال الاسلام. هادشي اللي بان لي انا في هذا المونديال، والحمد لله على هاد المرتبه اللي وصلوا ليها. وكنتمنى انهم يديو ان شاء الله المرتبه الثالثه، علاش لا عالميا، باش تكون مرتبه كفريق مرتبه الكره الثالثه عالميا. فهذه بحد ذاتها راه انجاز وشي حاجه ماشي سهله بالنسبه للعرب. وان شاء الله كما قلت لكم يجي واحد النهار واللي حتى حنا نديوها ان شاء الله، علاش لا؟ وهادشي اللي كاين بالنسبه للكوتي. فحطيت داكشي اللي كيتحط في الاول، زعما نجبروا واجد من مور ما طيب. دابا هنا كنوجد بيتزا، من مور ما طيب بيتزا يكون عندي كل شيء واجد، غير نحط فوق الطبيله وصافي نجلسوا نتفرجوا في الماتش ديالنا. نقول لكم الماتش عاوتاني غنرجع نهضر على الماتش، اللهم ندوز صافي ندوز وصافي. فالمهم كما قلت لكم
عملت تما الكيكه كما شفتوا معايا في الفيديو، راه كان مشروع غير انا كنت مخشعه على الماتش، صافي ما شرحت لكم حتى شي حاجه. هادوك اللي كانوا تما معلقات ديال مايزينا النشا، عملت 2 معالق ديال النشا، زدت عليهم الحليب، حركتهم مزيان مزيان مزيان، مي بداو بحال كيتقالوا لي شويه، زدت عليهم شوكولات، شوكولات كحل باش هكذا يعطيني لوين كحل والمذاق ديال الشوكولات. صافي تا هو دوبته معاهم، وداك الساعه سقيت به الكيكه ديالي كما شفتوا معايا في الفيديو. وعملت عاوتاني شويه ديال النشا مع مايزينا قبل ما نزيد لهم الشوكولات، حيدتهم باش هكذا زينت بهم من الفوق، وصافي في الفوق مره عمرتهم تما عندي واحد الطويسه كيكون عندي فيها ديما القرقاع اللوز الزبيب شوكولات كيكز، ديما يكونوا عندي مطحونين فيها، باش مثلا ملي كيكون هكذا مزروبه نعمل شي كيكه بالزربه ولا هذا، صافي كنسيبهم هكذا فوق منها باش كيبان المنظر ديالها مزيون، واخا كتكون هي مزروبه ولكن كتبان بحال اللي ما نعرف شحال الوقت ضربتي فيها. صافي من وجدتها خليتها كتبرد، حطيت فوق الطبيله ديال الكوزينه داكشي اللي وجدت، وغادي نوجد هنايا العجينه ديال البيتزا. كنعمل هنايا الطحين ديال الفورس مع السميده، شويه ديال الملح، شويه ديال السكر والزعتر، وزدت لهم الخميره ديال الساشي ديال 800 غرام، والخميره ديال العجين. علاش عملتهم بجوج؟ باش تخمر لي بالزربه، حيت الوقت ما عنديش، مره بغيتها تخمر بالزربه ونسر بها حتى هي باش نحط كلشي دقه واحده. صافي ملي خليتها تخمر غير شويه، غير نقول لكم شي قسمايين على من مجمعه الكوزينه وصافي. صافي ديك الساعه دوزت نطلقها باش نطيبها. دهنت هنايا الصينيه، عملت هذاك الخليط هذاك خرج لي هاد الصينيه هذه المربعه والصينيه المدوره، تبارك الله خرج لي. عملت صافي ملي شفتو كنت غادي نعمل غير وحده، وملي شفتو خرج لي الخليط بزاف قلت صافي نعمل جوج دبقه هذيك الثانيه. المهم دبقه اذا مثلا بغينا نزيدوها، بغينا في الليل هكذا حنا مقاصرين حنا ناكلوها على حسب نتوما كتعرفوا يمكن تجمعوا هكذا مع الخوت ولا الحباب ديالنا اون جينيرال، ما كيجيناش النعاس بالزربه وكتبقى غير مهوده المهوده المهوده. انت كتجبر راسك تخوتي في الفجر وصل لك النهار اخر. فهادشي اللي كاين، ربي يحفظهم ويحفظ لكم كاع الحباب اللي عزيزين عليكم. صافي هنايا طلقتها كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. عملت تحت الصينيه هذيك الغوز الحماميه، باش الصينيه ما تبقاش زهره بلي، على حسب كما شفتوا كتعذب شويه ملي كنبقى نطلق. صافي غادي نطلقها وغادي نشكها الطريقه العاديه ديال البيتزا، وغادي ندخلها الطيب. ومورا ما كطيب كتجي غزاله هاد الخبيزه بهاد الطريقه ديال فيها السميده مع الفورس، مع السحتار كما كتشوفوا كيتجي فنه، ماشي رقيقه على حسب شنو اللي القصح العجينه ملي كتكون كتوجد هكذا العجينه ديال البيتزا في الدار، هي ملي كترققها كل ما رققتيها كتجي قاصحه كما كنقولوا تفلق بها الواحد. ولكن ملي كتخليها هكذا شويه السمك ديالها شويه غليظ، مع ملي كتكون فيه السميده كتهشه، ما كتجيكم شي قاصحه مره، كتجي رطيبه وهشيشه، فهمتوا؟ صافي هنايا دهنتها بالسوليس كما شفتوا معايا. عملت هنا في المقيله عملت الفلفل والبصل، شحرتهم مع بعضهم حتى دبالو كما شفتوا معايا، وزيدت لهم الكفته حتى هي شحرتها بوحدها على هذا الشكل هذا. المهم البيتزا العاديه اللي كنعدلو، زربت عليها واحد الزربه ما نعاود لكمش على حسب كما قلت لكم، كنت خصني نتفرج وعاد ملي كنسمع خوتي جالسين كيهضروا خصني نجلس معاهم حتى انا نهضر، يعني كطير كترجع مضوبله على جوج باش انك تسالي بالزربه من الكوزينه وتخرج تجلس صافي تعيش اللحظه كما كنقولوا. صافي هنايا غادي نحط الطبيله ديالي كما شفتوا، اتاي ديجا وجدت كل شيء، خليت البيتزا هي الاخريه باش تحط سخونه، هادو ما ماشي مشكل يعني كيتحطوا سوا، المهم كما كيكونوا عندكم كتهزوهم تحطوهم وصافي. ماشي شي حاجه. هنا كيكه من بعد ما بردت كتجي غزاله بزاف بزاف، خصوصا بهذيك لاصوص اللي عملتها من الفوق كتجي فنه. ما بارطاجيتش معكم الكيكه ملي كنت كنعملها على حساب ديما كنبارطاجيها معكم الكيكه العاديه، غير ديك لاصوص اللي بارطاجيت معكم هي اللي زيت وصافي. عملت زريعه بيبا، ضروري الماتش بيبا، وهادشي ديال الدقائق ديال القليه وداكشي كيحلي الماتش الصراحه، وضروري منه واخا كتاكلوا وانت معصب في شي لقطات، ولكن كتبقى كما قلت لكم هذه هي الفراجه ديال الكره. صافي هذه هي الطبيله ديالي. فهنايا عملت داكشي خفان زربان، داكشي اللي عندي حطيته على حساب هذا النهار هذا اللي وجدت فيه. جاني زعما مزروب على حساب الصباح اختي هضرت معايا داك الساعه نوض مشينا للطوموبيل، جات هي يعني ما درتش انني مثلا نتاخر ونوجد داكشي كما كيبغي توجد ملي كيجيو عندك الحباب مره في شحال، يعني كتبغي انك توجد لهم داكشي
على حقه وطريقه. ولكن كما قلت لكم مع هذا النهار هذا جا مزروب مضغوط، ما كيبقى عندك الوقت تعمل حتى شي حاجه. ولكن شوفوا ملي كتكونوا جالسين مع الحباب ديالكم، يعني شي وحدين قرابين على قلبكم، ما كيبقى يهمكم لا شنو كتاكلوا ولا في اين بلاصه جالسين، بالعكس كتبقى غير ديك الجلسه، ديك اللمه، ديك الحلاوه ديالها اللي كتبقاو تفكروا فيها، الذكريات ديال الطفوله ديال كتبقاو كل واحد يعاود لبعضه. هذيك هي اللمه الحلاوه ديالها، ماشي في شنو كناكلوا ولا اين بلاصه جالسين فيها ولا شي حاجه. وصافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم ويكونوا فرحتوا مع اختي، وكنتمنى هاد الفرحه لاي واحد ولا اي وحده شافت الفيديو ديالي. ربي يعطيكم داكشي اللي في نويتكم ويحقق لكم الاحلام ديالكم ان شاء الله قريبا يا ربي. وخليت لكم راحه، مع السلامه، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.